مرحبا. اليوم جيتكم بهذا المونش تاع عش النحلة ولا تاع الشهدة بطريقة مبسطة. يجيو ياسر حلوين في لبستهم، عن بالي كاملكم تحوسوا على الطريقة نتاعهم. راح ديروا بهم حالة في الأعراس والمناسبات، حفلات نتاع النجاح. تبعوا معايا الفيديو. عندنا القياسات تاع المونش. انا عندي مرا ضعيفه، العرض 13 سنتيم والارتفاع 20 سنتيم. طبعا القماش مطبق على 4 البنات. راح نخدم مونش كوربي تاعي بالطريقه اللي راكم موالفينها. قياسات دايما نقولكم 13 ل 12 لوحده ضعيفه، 14 15 متوسطه، 16 17 وحده سمينه بصحتها. كيما كان البنات نكرونطيه في الوسط. هنا نجيبوا الفولار تاعنا، استعملت نص متر تاع الفولار. راح ندي الدوبل تاع العرض هذاك 13 سنتيم، ندي الدوبل تاعها وهي مطبقه البنات. والتحت راني خليت 3 سنتيم، هذيك راح نديرها من بعد لتحت باش يجيني الكم تاعي من فوق هكا بومبي. ومن الفوق ثاني الارتفاع ديتو فيه، ضربته في 2، يعني 20 في 20 40. حتى الفولار راه مطبق على 4 البنات. يعني طبقته كيما هكا. وهذاك الزايد كل راح، يعني باش ما نفزتش الفولار تاعي اللي بقى كل راح ندير بها، نحتاج ندير بها رابطه. راح ندير بها رابطه في الظهر كيما كالبنات نكرونتي المنتصف دايما. ومن بعد راح نديرو مع الكم تاعنا تحصلوا على هذا الكشكشه. هذه خدمت معكم هذا الكم باش تشوفوا النتيجه. شوفوا كيف ما يجي. تقدروا تستعملوا الأورغانزا، قدروا تستعملوا ثاني الساطن يصلح حتى هو. مي في الفولار والأورغانزا راح يجي احسن، وتاع الأورغانزا يجي واقف احسن من هكا. هنا نجيب مونش كوربي تاعي نديرو مع المنتصف تاع المونش كوربي هذه الكبيره تاع الفولار، ونبدا ندير طيات من تحت نبليسيهم بهذا الشكل. ندير من النصف الاخر ونزيد ندير نقابلهم من النصف اليمنى البنات. دايما الطيات كي ديروهم قابلوهم لبعضهم. هذاك العرض كله راح نديه في الطيات كيما هكا، نتحصل على العرض الطبيعي نتاعنا، يعني تاع المانش تاعنا اللي فيه 26 سنتيم. هكذا البنات نديرهم كامل بليزي بانجل باش من بعد ما يهربوليش هاد الطيات. وراح نخيطهم، نفوت عليهم خياطه على بعد 1 سنتيم. هنا بعد ما خيطهم على بعد 1 سنتيم البنات راح نقلب الكتان تاعي. وشوفوا قلبته يعني، ونولي نحصل على الوجه الصحيح تاع القماش تاعي كيما هكا البنات. هنا ندير المنتصف مع المنتصف كيما هكا، ونقلب من الجهه هذه باش نبدا ندير في الكشكشه تاعي تاع الفولار. راح نزيد نعمل طيات من هنا من الفوق على طول الكم تاعي. عرض الطي حوالي من 1 ل 1.5 سنتيم كيما هكا. ندير من الجهه هذه وندير من الجهه الاخرى نقابلهم. ديروهم مقابلين طيات يا البنات. وما تنسوش البنات اللي راهم يشاهدوا في الفيديو تاع نهار اليوم، اذا عجبتكم القناه ما تنساوش ديروا لي جيم وكومنتير وبارطاجوا الفيديو واشتركوا في القناه. راح نحط لكم مزيد من الفيديوهات ومزيد من موديلات تاع الاعراس كيما هكا البنات. بليسيتهم كلهم الجهه هذيا، نزيد نكمل المنتصف الاخر وراح نديرهم متقابلين البنات. شوف كل جهه تحصلت على 8 ولا 9 طيات، يعني هذيك الزياده كلها اللي درتها في الفولار راح نديرها طيات من هنا. هذيك 3 سنتيم اللي خليناها في التفصيل هذيك نخلوها لتحت. راح يجيني المونش تاعي يجيني من فوق يعني بومبي كيما مونش بالون، يعني من تحت يجي يعطيني شكل رائع. هنا ندير من الجهه هذيا ثاني نقابلهم بهذه الطريقه ونخيطهم على بعد 1 سنتيم. هنا البنات بعد ما خيطت على بعد 1 سنتيم شوفوا كيف ما يجي من فوق من الداخل، يعني يجي من فوق وحده. وهذوك هذيك الكشكشه كلها راح تستخدم وحدها. شوفوا البنات غير تمسوها بيدكم راح تستخدم كيما كان البنات. نديروا بيدينا يعني بكل فيد هكا نحكموا في بلاصه فيها الفيد، ونجيبوا لي زيبانجل تاعنا نحكموها كيما هكا. نخليو مثلا بلاصه من فوقها وبلاصه نحطوا فيها لي زيبانجل كيما كان البنات، يعني راح يتشكل وحد هذيك الكشكشه. شوفوا كيف ما انتم خدموها هكا بيديكم برك، ومن بعد تبدو صمروا بلي زيبانجل. شوف زي ما يعني سهله، ما عندهاش طريقه يعني معينه، يعني غير تخدموها كيما هكا تحطوا هكا فيها يدكم راح تتشكل وحد هذيك الكشكشه.
يعني تتشكل عشوائيا البنات، ما فيهاش خدمه ابدا. يعني حابه تخدموا غير تخدموا، راهو ساهل ما فيهش خدمه ياسر وما فيهش تعب يعني، وسهله خدمته البنات. كيما هكا كل بلاصه راح نحط فيها لي زيبانغل يعني ما نخليهاش منفوخه ياسر. وكما قلت لكم كاين اللي يديروها في الأورغانزا راح تجي منفوخه اكثر من هكا، تجي كشكشه، تجي كشكشه تاعها يعني باينه على تاع الفولار. انا الزبونه بغات الفولار استعملت لها الفولار، طبعا حسب الطلب تاع الزبونه دائما. احنا نعملها كيما هكا البنات. حتى نكملهم كلهم بهذه الطريقه. كيما هكا هنا كملتها. هنا واش ندير، راح نجيب خيط وابره. طبعا الخيط كيما اللون تاع الفولار البنات، حاولوا ديروا نفس اللون باش من بعد ما يبانش فيه. يعني كي تجي ديروا هذا الجوهر، عندي الجوهر تقدروا ديروا حجرات هذوك تاع الدربوكه ولا لي بيير نورمال، كاين اللي يلصقهم بالبيستولي، مي ديروا خيط وابره احسن يا البنات. كيما هكا كل بلاصه اللي فيها درت فيها لي زيبانغل راح نحي هذيك بانغل وندير فيها هذا الجوهر البنات كيما هكا، وندخلها في بلاصتها ونخيطها على مرتين البنات باش تحكم روحها مليح. يعني هنا في الخياطه راح تدي لكم الوقت، لازم نخدموها مليحه، نخدموا خدمه مليحه البنات. كيما هكا كل بلاصه اللي فيها يعني لي زيبانغ راح نحيها ونستعمل الخيط والابره. كما قلت لكم هذا اللي يتخيطوا بالخيط والابره احسن، يعني ما ديروا البيستولي ولا الكولا البنات. كيما هكا باش الخيط يساعدها يعني تحكم بلاصتها هذيك الطيه ولا الكشكشه. كيما هكا قلت لكم كل وحده ندير فيها زوج خياطات. هكذا البنات اخواتي نكملوا كيما هكا بنفس الطريقه. قلت لكم طريقته سهله ماهله، تقدروا تخدموه. هنا نجيو نركبوه في القندوره تاعنا. راح نقسموا دائما حرده الابط على 3، الثلث هذاك راح نديه حوالي 10 سنتيم، راح نكرونتي الامام والخلف بهذه الطريقه، كرونطاج خفيف يعني صغير. ونبدا نركب في الكم تاعي من الجهه التحتانيه كيما هكا ونمشي. راح نسمرو كامل بلي زيبانغ البنات لانه راهو شويه منفوخ كيما راكم تشوفوا، لازم نديرو بلي زيبانغل. وهذيك الزياده اللي تقعد لي هنا وين الكتف راح نديرها طيات، راح نبليسيها، راح تعطيني انتفاخ اكثر لهذا الكم. شوفوا كيف ما البنات راح نسمر منه نزيدو من الخلف بعد ما خدمناها من الامام. انا حبتها مسطور لكم تاعها، اللي تحبوا يعني شويه طالع تقدر تطلع ل 12 سنتيم، يعني دير ثلث تاع حرده الابط وتطلع ب2 ولا 3 سنتيم كيما هكا البنات. هنا هذيك الزياده كلها راح نديرها طيات نبليسيها. راح نديرو طيه من هذا تاع الامام، شوفوا نديرهم 3 طيات فوق بعضهم كيما هكا. حاولوا ديروهم كيما هكا فوق بعضهم باش يعطيونا انتفاخ. نحكمهم بلي بانغ. شوفوا ديجا وتالي الانتفاخ ثم وين البلاصه اللي درت فيهم. شوفوا كيف ما تجي. ونفس الشيء من هيك راح نديرهم قابلين لبعضهم دائما بهذا الشيء ونخيطوها ونتحصلوا على هذا الكم الرائع. استنوني في الفيديو القادم، راح نشارك معكم كامل تفاصيل تاع القندوره. تهلاو في رواحكم ومع السلامه.